السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنبغي كذلك نشكر كل المتتبعين وعلى التعاليق اللي كيخليو لينا واللايكات، كنشكركم بزاف. مهم خوتي غنهضروا على هاد القضية ديال الشرطي هشام، اللي هي بصراحة ثارت ضجة وحركت الرأي العام بزاف، وكان تعازينا الحارة للأهل ديالو والأمن الوطني كامل، الدرك الملكي، يعني الأمن المغربي. حيت هاد القضية ديال هاد السيد هذا بصراحة راه ضرتنا في خاطرنا بزاف، حيت يعني من شرطي، يعني الأمن، يعني اللي هو الأمن اللي هو حامينا حامي بلادنا، يوقع عليه هاد الشيء، يعني هاد الموتة الشنيعة. يعني شنو غنقولوا؟ يعني ملي واحد اللي هو حامينا تيوقع ليه هاد الشيء، فما بالك يعني حنا الشعب اللي ما عندنا لا مسدس، ما عندنا حتى شي حاجه. ما يعني هاد الشيء راه ولا واعر بزاف، وخاص صراحه وكان خاص يتدخل الامن ويديروا المخابرات المغربيه يتدخلوا في هاد القضيه ويحركوا الملف بزاف ويشتغلوا عليه 24 ساعه، ما يوقفوش باش يوصلوا الخيوط ديال الجريمه. واخا راهم شادين واحد 8 ديال الاشخاص كيديروا معاهم التحقيق، اللي تيقولوا بان هذوك الاشخاص هما العصابه، ولكن راهم باقيين ما جمعوش العصابه كامله، لان دابا شادين دوك الاشخاص كيديروا معاهم التحقيق. ومن ضمن دوك الاشخاص غاديين عادي يجمعوا يجبدوا كل شيء، لان خاص غير واحد. الا كان من هذوك العصابه اللي كاينه ولقاو واحد من دوك العصابه، راه خاصو يقر ويجمع كل شيء، وخاصو يقول علاش هاد السيد هذا داروا لي هاد الحاله. يعني شنو نقول لك، هذيك الموسى ما تبغيهاش العدوك، ما تبغيهاش ليه. الله يهدي هاد الناس هادو. وهاد الشرطي مسكين راه مات شهيد، يعني مسكين مات بالبدله ديالو، يعني لا في الخدام مع الخدمه ديالو، يعني مات هو بيأدي العمل الواجب الوطني. يعني مسكين راه مات شهيد، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، ولا ربي هو ينتقم من هاد الناس اللي داروا ليه هاد الشيء. والروح راها عزيزه عند الله، هادو ما خصهم يعرفوا هاد الناس هادو اللي داروا هاد الشيء، راه الروح عزيزه عند الله، راه ان شاء الله غادا تبان، غيبانوا راهم ما عمرها غتخرج ليهم غير بحال هكاك. باقي راه الفرقه الوطنيه ديال باقا تدير البحث، يعني باقا كتجمع في الناس. وحيت يعني البوليس راه مازال كيدير البحث ديالو، راه ما سالاش من البحث، حيت باقيين ما لقاش العصابه كامله. حيت هما كما تعرفوا راه وقفوهم، كانوا باغيين يهربوا. وقفوهم في شرق المغرب، ما عرفتش فين كانوا باغيين يهربوا، واش بغا يخرجوا الحدود مع الجزائر ولا فين، ولا بغا يمشيو يقاطعوا لاوروبا، ما عرفتش. المهم هذه عصابه، واخا بزاف تيقولوا هادو راه العصابه ديال داك البزنس، داك تبيع المخدرات، داك الريفي، ولكن راه يكذب عليك كذاب، راه باقيين ما لاقيينش شكون مول الفعله. حيت هما جمعوا بزاف ديال الناس راه شادينهم، ولكن باقيين تيجمعوا الناس اخرين، حيت كيرجعوا الكاميرات ديال الطريق، وباقيين كيشدوا ديك كاع دوك السيارات والشاحنات، اي حد مر من ديك الطريق وفي ديك اللحظه راهم باقيين متبعين الخطوات وكيعيطوا للناس، كيحقوا معاهم الناس كاملين. الطوموبيلات اللي مشاو من ديك الطريق وشاداهم الكاميرات راه باقيين تيعيطوا على شي واحد بواحد، لان خاصهم يجمعوا التحقيق ديالهم باش واخا تقول لك يعني باش ما يمشيش شي حد فيها، شي حد يكون فيها مظلوم. يعني خاص يوصلوا للشخص اللي دار هذا الشيء، هما الاشخاص ماشي شخص، حيت الجريمه مدبره ومدروسه. يعني هاد الناس اللي عندهم السيد مكتفينو وخاطفينو وداوه ومقطعينو وحارقينو، هاد الشيء راه هما عصابه خطيره على البلاد. هاد العصابه خاصها تلقى وخاصها تجمع كامله، وخاصهم صراحه الاعدام هادو اللي داروا هاد الشيء، حيت احنا ما تنبغيوش هاد الشيء وما بغيناش يكون في بلادنا. وفي شي ناس تيقول لك بانه ممكن تكون، قالوا بان العلاقه، يعني تيقولوا داخله فيها امراه، بانه كان مصاحب مع مرات الزوجه السابقه ديال داك البزنس، داك البارون ديال المخدرات، بيقولوا انه كان مصاحب معه. وفيه اقوال اخرى تتقول بانه ممكن، وفيه اقوال اخرى تتقول بان ممكن هذه شي عصابه كانت باغا تدوز المخدرات
وما خلاهمش وداروا ليه هادشي كل وشنو تيقول. يعني هادشي راه غير الكلام، حيت باقيين بصراحه الامن الوطني باقيين ما خرجوش التحقيق، باقيين ما خرجوش السريه، باقي داك الشيء، داك البحث باقي في سريه. هادشي غير كلام كل واحد اشنو تيقول، اما السريه البحث راه غادي في سريه، ما بغاوش يخرجوه للعلن باش تكمل لهم البحث ديالهم ويوصلوا للغز ديال. وهو الحاجه اللي ممكن تساعدهم على البحث ويوصلوا للغز ديال الجريمه، هو داك التليفون اللي بقى في مسرح الجريمه. واخا هما راه كانوا 3 الاماكن ديال مسرح الجريمه، لان كانت سميتو البلاصه اللي تحرق فيها، والبلاصه اللي تحرقت فيها السياره ديالو، والبلاصه كذلك اللي تخطف منها. يعني كان 3 ديال البلايص، ولكن ان شاء الله غيلحقوا سميتو، لان خاص الفرقه الوطنيه اللي هما مختصين بمسرح الجريمه، داك الفورانزيكس، خاصهم يديروا داك يحاولوا يلقاو داك الحمض النووي ولا الديان، هو اللي ممكن يحاولوا يلقاو في اي حاجه غير داك الديان، هو اللي غيساعدهم باش يوصلوا للشخص ان شاء الله. حيت صراحة مؤخرا ولينا نسمعوا هذا الشيء، يعني عصابات مسلحة كدير جرائم وما كتخليش الاثار ديال هذا الشيء انتشر عندنا في المغرب بزاف. معرفش البوليس، الامن عندنا، الامن الوطني باقي ساكت. تسولينا تنشوفوا دابا ولا هادشي ولا تيوقع للامن، مابقاش. يعني راه شفتوا الجريمه اللي وقعت ديك المره ديال داك السيد اللي وقعت في اكادير، اللي حتى هو تخطف واستدرجوه ومع التحراق والحال. يعني نفس الجريمه، راه نفس الجريمه هي هذه وقعت لهذا البوليس. السيد مسكين حرقوه، حارقينه، وهاد الناس مدبرين الجريمه، وشوف كيفاش مدارين ليها وما تلقاوش. يعني بزاف ديال الناس باقي البحث، ولكن السيد باقي مشدود الناس، ولكن شكون دارها بالضبط راه باقي ما تلقاش. خاص بصراحه الامن ديالنا خاصو حيت هاد الجريمات، هاد جوج جريمات هادو راهم متشابهين. وربما وشكون قال بان يكون نفس العصابه اللي هي اللي دات هذاك السيد. راكتو تعرفوا داك السيد في اكادير اللي هو قيلا رجل اعمال تيدير داك الشيء ديال الانترنت، مع راه نسيت على سميتو. يعني فيها شبه من هاد الجريمه هذه، يعني فيها بعدوه المكان وفيها الحرق، وما خلاوش معالم يعني المآثر ديال الجريمه، ما خلاوش الاثار ديال الجريمه باش يتعرفوا. هاد جوج جريمات هادو راهم متشابهين. لهذا خاص الامن ديالنا يديروا بحث ويشوفوا، حتى يقارنوا بين هاد الجريمات، ويشوفوا الناس اللي كانوا متورطين في ديك الجريمه اللي فاتت، وحتى هادوك يعيطوا عليهم ويبحثوهم ويشوفوا ربما تكون نفس العصابه، لان هذا اسلوب ممنهج، كيديروا نفس المنهجيه في تنفيذ الجريمه. لهذا خاص الامن المغربي يرجع كل الجرائم كامله اللي عندهم في السيستم، اللي فيها بحال هاد النوع اللي كتشابه في الحيثيات ديالها، اللي فيها الخطف والقتل وتشويه الجثه وبعدها الحرق واخفاء معالم الجريمه. خاص يرجعوا كاع لهذوك الجرائم اللي هما كيتشابهوا، وربما غيلقاو راها عصابه اللي هي قايمه بهذا الشيء كله. غيلقاو اللغز ويقدروا يجيبوا الناس اللي متاهمين في ديك الجرائم، وان شاء الله غيلقاو اللغز. لان نعطيكم واحد المثال على هذه الهضره اللي كنقول لكم، لانني ما تنهضرش يعني غير كنهضر. مثال هذا على واحد كاين في واحد سمعتها في الاخبار مؤخرا في داكشي ديال القانون ديال امريكا. كان واحد السيد كان داير واحد الجريمه، ونفس الجريمه كيديرها، نفس الجريمه بنفس الادوات، وداك السيد ما تشدش. كانوا كيتشدوا ناس اخرين، وهذاك المجرم ما تشدش. وامتى غيتشد؟ تشدوا ناس بزاف مساكن مشاو فيها ضحيه، وواحد فيهم مؤخرا يعني ضرب 40 سنه ديال السجن ياك. ومؤخرا يعني من اسبوعين عاد لقاو هذاك صاحب ديك الجريمه، ورجعوا لنفس الجريمه بنفس الطريقه باش كترتكب ديك الجريمه، ونفس الادوات اللي كتستعمل في ديك الجريمه. لهذا ملي شدوها مؤخرا هذاك السيد، واحد السيد شدوه
بقاو تيرجعوا لداك سميتو كيرجعوا لديك الخليه، تيرجعوا اللور كيرجعوا اللور، لقاوه ولقاو اخوتي هاد السيد هو اللي مرتكب ديك الجرائم ديال زمان. علاش كيفاش لقاوه؟ بقاو تيقارنوا شكون هما يعني الضحايا اللي مستهدفين، وكذلك الطريقة اللي مستعملها في الجريمة ديالو، والأدوات وديك التكتيكات كاملة باش يخفي داك الشيء ديال الجريمة باش ما يتعرفش. لهذا وما يرجعوا كل شيء ولقاوه خوتي واعترف، وكلهم دوك الناس مساكن خرجوا براءة. كاين اللي خرج، ناس ضربوا سنين، بزاف الناس ضربوا سنين وعاد خرجوا مؤخرا ساكن تيبكي، وكاين اللي خرج شارف مسكين عندو 60، كاين اللي 70، كاين اللي حيت الناس ضربت ب40 ب20 عام بهذا. وبزاف ديال الناس الله عفاو عليهم، خرجوا وعطاهم تعويضات كبيره، ولكن التعويضات ما غاداش تعوضهم على العمر ديالهم اللي ضاع. لهذا انا كنطلب بصراحه من الامن الوطني ديالنا باش يقارن دوك الجرائم اللي عنده، ويشوف هذا ويرجع ويدير سلسله ديال البحث، ويشوف شكون هاد العصابه هذه اللي كيديروا هادشي، وان شاء الله غيلقاوهم. لان هادشي يعني وقع للامن الوطني. الامن الوطني ولا كيتقاس، راه ما الا ولا الامن الوطني تيتقاس يعني شكون غيحمي الشعب؟ الشعب حاميه الامن ديالنا والعسكر ديالنا، الله يحفظهم لينا، والدرك الملكي وجميع الناس اللي خدامين في الامن، الله يحفظهم والله ينصرهم. وخاص الامن ما يسكتش على هذه القضيه ويوصل اللغز. حنا باقيين كنتسناو باش نشوفوا هاد المجرمين هادو اللي داروا هاد الشيء، وخاص يتاخذ فيهم اشد العقاب. وكنطلب كذلك من بعض القنوات كيبقاو صراحه يحطوا دوك الحويجات ديالو محروقين وداك الجثه ديالو وداك سنطلب منهم ما يبقاش يحطوا هذاك الشيء، باش يراعيوا الظروف ديال الاهل ديالو. راه غيشوفوا داك الشيء راهم ساكن، خليهم غير اللي هما فيه بارك عليهم بلا ما تزيدوهم وتبقاو تحطوا في داك الشيء محروق ديك حويجاتو وداك الحاله. بليز ما تبقاوش تحطوا داك الشيء، راك تجرحوا الناس اكثر. هضروا داك الشيء، ولا ممكن نحطوا الصوره ديالو عاديه، ولكن ما تحطوش داك الجثه ديالو محروقه. راه الناس كتزيدوا مساكن داك الجرح كتزيدوا تعفطوا ليهم عليه. الله يرحمه مسكين ويوسع عليه، راه مات شهيد. وكنشكركم اخوتي بزاف بزاف، وما تنساوناش بالتعاليق